السلام عليكم الدراري. اداء عالمي الحكيم زياش وهدف خرافي وهذا الشيء ما غريبش عليه. المهم الخوت نبداو بالتحليل ديالنا. الركراكي ثالث ماتش اميكال هو الاخر قبل ماتش الاربعاء ضد كرواتيا من 11 الصباح، دخل 4-3-3 كما العاده لكن مع تغييرين عطيه الله، مكان مزراوي وجبران مكان امرابط. هذا الشيء فقط باش يحاول يخفي الاوراق ديالو على مدرب كرواتيا. هاد المنظومه كانت جميله صراحه، الوسط كان خدام مزيان، املاح وجبران وناحي كيديروا كلشي، كيراوغوا كيجيبوا كواري كيوصلوا المربع لعمليه الخصم. حاجه واحده كتزيد فيها املاح وناحي وايضا بوفل، كثره المراوغات كانوا كيزيدوا عليه كما كنقولوا، وما كانوش كيستغلوا بعض اللقطات وبعض الفرص، خصوصا بوفال. ونصيري حتى هو كان كيدير هربات زوينين وسجل هدف، لكن بعد التمريره ديال زياش اللي عطاه كاع ما استغل بالرجل ديالو وكاع ما فعال امام مرمى بالرجل ماشي بالراس. هو بالراس راه متمكن، راه عارفين القضيه. وزياش الخوت هذا اللاعب والعقل المدبر ديال المنتخب المغربي، هو اللي كرواتيا غادي تحاول تحبسه وتشدو مزيان، بحيث انه كيدير كلشي لي سونطراج كما كتشوفوا، تميرات وراء ظهر اللاعبين وتسديدات، وايضا سجل هدف عالمي. صراحه هو اللي دار كلشي واللي عجبني بزاف، خصوصا الشوط الاول. واخا كاع ما كيتحرك بزاف وما كتحسوش كيجري بزاف، لكن كيقيس كره كيعطي التمريره اللي واعره، وكان عطى الحكيم، يعطى نصير، يعطى البوفا. لكن الفعاليه الخوت ناقص اللاعبين ديالنا، وكنتمنى هو الشيء ما ياثرش علينا ضد منتخب كرواتيا. وهذا الشيء ديجا كان طرينا ضد في المونديال ديال روسيا، كنا ضيعنا بزاف ضد ايران وضد البرتغال. صراحه مستوى كبير للمنتخب المغربي في الشوط الاول. الشوط الثاني بطبيعه الحال غادي ينقص الاداء، وجورجيا حتى هي غتبغي تلعب الهجوم بحيث انهم خاسرين، وايضا العديد من التغييرات دارها باش يعطي الدقائق اللاعبين الاخرين، ودخل ايضا ابرابط ومزراوي، بحيث انه عجبني صراحه اللعب كيفاش لعبنا في الشوط الاول بالخصوص. كنا كنلعبوا بلوك متقدم ومتوسط ومتاخر، وكنا مزيانين على مستوى الاستحواذ. وناقصنا حاجه وحده كنلاحظها، ملي كتكون الكره عند الخصم كيعرفوا يوصلوا للمرمى ديالنا، وايضا بعض الكرات تكونوا ورا ظهر المدافعين سيس واقرد، خاصهم ردوا لها البال. لكن عموما قدمنا مباراه جيده، وزياش كان هو السر ديال هذا الماتش هذا، التمريرات الساحره ديالو. وهادشي ما غريبش عليه. وما كان اخوت اش بالكم في النقاط ديال المغاربه اليوم؟ تهلاو في راسكم.